شوفي ازاي الحبايه واختها ازاي الرز اهو. الله اكبر عليه وعلى جماله وعلى حلاوته. شوفي ازاي ما شاء الله. والله الكاميرا ظلمه. تعالي بقى مع بعض كده نعرف الرز البسمتي مع الرز البلدي مع الشعريه مع الخضار الجميل ده مع الفراخ كمان كله بيستوي ازاي. الفراخ دي مش هتصدقي، انا سويتها مع الرز ده في حله واحده. تعالي بينا وشوفي الفيديو بتاعنا النهارده. والله العظيم حاجه فاخر من الاخر. لو انت ست بيت بتشتغلي، او لو انت مثلا معاكي اطفال وعايزه حاجه تنجز معاكي، لو طالعه رحله سريعه وعايزه معاكي اكل، لو طالعه رحله سريعه وعايزه معاكي اكل مفيد وجميل من غير بهدله بقى ولكلكه والكلام ده كله، خشي الفيديو بتاع النهارده وما تنسينيش في اللايك واشتراك في القناه وتفعيل لزر الجرس. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده معانا فيديو مميز جدا. احلى رز بسمتي مع رز بلدي مع شعريه، الاتنين مع بعض بالفراخ. تمام، كله مع بعضه في حله واحده. وهنشوف الوصفه بتاعتنا هتتعمل ازاي. الصلاه على الرسول كده في اول كلامنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. دلوقتي الماده الدهنيه بتاعتي قسمتها على نصين. تمام، نصها حمرت فيه الشعريه، والماده الدهنيه اللي بتحطيها بتبقى اللي هي ايه اللي هتسوي معاكي الرز من الاول للاخر. تمام كده، قسمتها هنا حمرت في نص المادة الدهنية الشعرية بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. ابدأ بقى انقل الشعرية دي في طبق، ولازم يكون طبق ستانلس، ما ينفعش طبق بلاستيك يا جماعة، ولا طبق ميلامين ولا اي حاجة تانية. ستانلس عشان طبعا الزيت سخن والشعرية سخنة. تمام كده، يلا بينا نشوف هنعمل ايه بقى في الوصفة بتاعتنا وهنكملها ازاي. ما تنسينيش في اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل لزر الجرس. يلا بينا. رجعت الحله بتاعتي على النار تاني وحطيت فيها معلقه كبيره من الزيت. طبعا دي بقيه الماده الدهنيه بتاعتنا. طبعا دي بقيه الماده الدهنيه بتاعتنا اللي احنا قسمناها على اتنين، اللي هي ايه في الاساس اللي لازمه تسويه الرز. تمام كده، معلقه كبيره من السمنه ومعلقه كبيره من الزيت او الزبده، الماده الدهنيه اللي تفضليها. تسيح معانا زي ما احنا شايفين كده. بصلايه متقطعه كده زي ما احنا شايفين، ولو عيالك ما بيحبوش البصل يبان في الاكل ابشريها بالمبشره عادي خالص، ما توقفيش نفسك على حاجه. تمام، هنسيبها بقى ايه تدبل، مش اكتر من كده، تدبل فقط لا غير. تمام كده زي ما احنا شايفين البصليه بتاعتنا لسه طبعا ما دبلتش. بنديلها ايه بقى عشان نطلع الريحه الحلوه بتاعتها، وعلشان ما تاخدش معانا وقت رشه صغيره كده من الملح. تمام، ادي البصليه بتاعتنا دبلت. احنا عايزينها تبقى مسكره في قلب الرز، مش عايزينها تاخد لون. تمام، ننزل بايه بقى بمعلقه كبيره كده مفرومه من الثوم، ونديلها تقليبه كده كويسه زي ما احنا عارفين لغايه ما ريحه الثوم بتاعنا تطلع. هيبقى معانا ايه، هيبقى معانا بشر طماطميتين كبار. تمام كده زي ما احنا شايفين، هنضيفهم على طول بعد البصلايه وبعد الثوم. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله الثومه خدت لون وريحتها الحلوه طلعت زي ما احنا شايفين. مش عايزين نوصل لاكتر من كده عشان ما تمررش معانا. نبدا نعمل ايه، ننزل بالطماطميتين المبشورين بتوعنا الحلوين دول ونديلهم تقليبه. نبدا نتبل بقى هنا مكعب كبير كده من المرقه، ده طبعا اختياري. معلقه كبيره كده مليانه بابريكا، فلفل احمر بارد يعني، وربع معلقه كده من الكبيره شطه حاميه، طبعا دي اختياري برضو، ومعلقه الا ربع ومعلقه الا ربع كده من الملح. طبعا الملح ده اللي احنا هنسوي فيه الرز وهنسوي فيه الفراخ بتاعتنا. تمام، اللي هتستوي فيه اللي هيستوي فيه الخضار بتاعنا والرز والفراخ. ففي الاخر بنظبطه برضو بندوق الاكل بتاعنا. عندنا كمان شويه كده من توابل دودي. ارجع بالفيديوهات بتاعتنا لفوق هتشوفي عملناها ازاي، بتوفر معاكي جامد وطعمها روعه، ما بتحتاجيش لاي حاجه تشتريها من بره، وبتقعد معاكي شهور ولا بتغير طعمها ولا بتغير ريحتها. ندي تقليبه كده ونحط كمان شويه كده من الفلفل الاسود.
ندي بقى تقليبه كده محترمه، ونعلي النار بتاعتنا، وناخد بالنا من حاجتنا، ونفضل ايه رايحين جاي من وقت للتاني نبص عليها لغايه ما نحس ان صوت الصلصه دي علي، ونبص نلاقي الطماطم دي الميه بتاعتها اتشربت للنص. مش عايزينها تتسبك عشان ما نتعبش القولون ونتعب معدتنا. تمام يا جماعه؟ بس كده هنسيبها ونروح مع بعض نشوف اللي فاضل معانا في الوصفه بتاعتنا ايه. ده رز بلدي على رز بسمتي. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك، هتشوفي معايا، بس كملي معايا الفيديو للاخر. ده عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين من الرز البسمتي على كوبايه من الرز البلدي العادي. تمام اهو. بنخلطهم كويس مع بعض وما بنغسلهمش دلوقتي. تابعيني عشان تعرفي هنحطهم امتى. هتقولي لي ازاي ده الرز البسمتي؟ هتقولي لي ازاي ده الرز البسمتي ليه مقدار في الميه والرز البلدي ليه مقدار في الميه؟ لا لا، ما توقفيش نفسك على حاجه، وسيبك خالص من الكلام ده كله. خليكي معايا، ما تنسينيش في اللايك والشير واشتراك في القناه. هتعملي الاكله دي بطريقتي وهتدعي لي، انا واثقه انك هتدعي لي، بس ما تنسينيش تدعي لي في التعليقات. فاضل معانا هنا كمان ايه؟ ده كده كوبايه بسله. كوبايه بسله عندي متفرزنه. ان شاء الله هنزل لكم فيديو لتفريز البسله ممتاز بامر الله. تابعيني. معانا هنا كمان الفراخ بتاعتنا. اي فراخ عندك، دبابيس، اجنحه، طبله الورك، كتف، اللي موجود عندك استعمليه. ما بنوقفش نفسنا على حاجه، وعيالك هيعشقوها وهتوفر معاكي جامد ومتاخدش معاكي وقت ابدا ابدا. اما باقي التوابل هنكملها مع بعض. الرز بتاعي ده يا جماعه عايرته بالكوبايه دي. انت طبعا بتعايريه بالكوبايه اللي تعجبك على قد عدد افراد اسرتك. شوفي ما شاء الله، ادي الصلصه بتاعتنا او التسبيكه بتاعتنا. نبدا نعمل ايه بقى في المرحله دي؟ ننزل بالميه المناسبه لطبيخ الرز وتسويه الفراخ. في الاول بنحط ميه نسوي فيها الفراخ، تمام، تغلي، وهننزل بالفراخ بتاعتنا. الفراخ مش متبله خالص ولا عليها اي حاجه، مغسوله بس بملح وليمون ودقيق، ومتصفيه تمام ومتشطفه مره واثنين وثلاثه. هنغطي عليها ونسيبها تغلي. ادي ما شاء الله زي ما احنا شايفين بدات تغلي معانا. نبدا بقى نضيف الفراخ بتاعتنا. تمام، ما تقلقيش خالص، هتبقى اكله ما شاء الله عليها. اضيف الفراخ بتاعتي كلها بنفس الشكل. قطعيها طبعا زي ما انت عايزه. بعد لما تاخد غاليه واتنين هقولك بقى هنعمل ايه. هنضيف البسله بتاعتنا ان شاء الله علشان يستووا الاتنين مع بعض. الاكله دي جميله قوي قوي لو عملتيها وخدتيها معاكي في رحله او انت خارجه في اي جنينه. جميله قوي، ما بتاخدش وقت، على بال ما تلبسي كانت هي استوت. في المرحله دي كده بنضيف معلقه كبيره من السكر. هتقولي لي الرز بتاعنا هيبقى مسكر؟ لا طبعا، هيبقى في منتهى الجمال. حطي كل الاضافات اللي قلت لك عليها، ما توقفيش نفسك على حاجه برضو اللي موجود عندك، بس معلقه السكر دي هتخلي البسله بتاعتنا مسكره، وهتخلي الفراخ بتاعتنا جميله كده وطريه، وهتفرق معاكي قوي 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 في لون الرز. نقطع عليها بقى ونسيبها تاخد غاليه واتنين، وارجعي لي تاني وشوفيني هنضيف مع بعض ايه. خدت معانا غاليه واتنين زي ما احنا شايفين. ننزل بقى بكوبايه البسله بتاعتنا دي كده ننزل بقى بكوبايه البسله بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، ونغطي عليهم ونسيبهم مع بعض. ما نكشفش عنهم تاني الا لما نعرف ان الفراخ بتاعتنا استوت. من وقت للتاني بقى تبص عليها، ولما تلاقي الفراخ استوت بتطلعيها. تمام، وبعد كده هنعرف مع بعض هنضيف ايه. ما تنسينيش في اللايك والشير واشتراك في القناه، تفعيل لزر الجرس. الفراخ بتاعتنا يا جماعه استوت ما شاء الله. نبدا بقى نطلعها كده. ادي الفراخ بتاعتي طلعتها زي ما احنا شايفين كده. ابدا بقى اخدها وادخلها الفرن من غير ما ادهنها اي حاجه خالص، وهقلبها على الوشين. بشغل لها الفرن طبعا الشوايه، واجي هنا للرز بتاعي ده. طبعا بظبط الملح بتاعه كده زي ما احنا شايفين، والميه دي كده تمام، مش عايزه ميه تاني اضيفها، دي كافيه قوي لتسويه الرز. وادي الرز بتاعي زي ما احنا شايفين بسمتي على بلدي، وغسلته كويس قوي، وابدا انزل بيه هنا بسم الله. انزل كمان بالشعريه
وزي ما قلت لك دي اختياري، بس هتبقى جميله قوي قوي مع فلفله الرز. اقلب كده واعلي النار بتاعتي زي ما انت شايفه، مش عايزين الميه تزيد عن كده. ومش هنقلب تاني دلوقتي خالص غير لما نيجي نوطي عليه. تمام، تابعيني وهنكمل تسويه الرز بتاعنا ده مع بعض. هتقولي لي كوبايه الرز البسمتي لها كوبايتين ميه. هقول لك لا، احنا هنا بنحط الميه اللي تسوي الرز البلدي. تمام، الرز البلدي ملناش دعوه خالص بالرز البسمتي، وكانك بتطبخي رز بلدي عادي. هغطي عليه واعلي النار ونسيبه بتاع 10 دقايق ونرجع تاني مع بعض نبص عليه. يلا بينا كده مع بعض، بسم الله ما شاء الله. يلا كده بقى نكشف عن الرز بتاعنا. طبعا انا كشفت عنه من شويه وقلبته ووطيت عليه النار. شوف الجمال والحلاوه، والله العظيم عايزه اقول لك الريحه عامله ازاي، ولا الطعم تحفه تحفه ما شاء الله، وكله مستوي وزي الفل. اعملي لي عيالك في رمضان، تعمليه في الصيف، تاخديه معاكي في رحلاتك، حاجه جميله جدا جدا، ممتازه ومفيد قوي على فكره، ومغذي. يعني بصي كله فيتامينات ما شاء الله لا قوه الا بالله. وادي الفراخ بتاعتنا اللي استوت مع الرز، شايفه ازاي؟ الله اكبر عليها وعلى جمالها. مش هقولك الفيديو ده كده يتعمل فيه ايه. ادي الاجنحه، حاجه مشويه ما شاء الله عليها، واتعمل بابسط مقادير وبحاجات موجوده عندك في مطبخك. يعني بصي حاجه فاخر من الاخر ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللي يشوف ده كده ما يقولش ان ده رز بلدي مع رز بسمتي. تمام كده، واشوف وشكم في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.